أتحدث عن قصة نجاح أنا أسعد إنسان بها. كل إنسان على ظهر هذه الأرض يستطيع أن يكون قصة وملحمة نجاح. على أرض مصر، البلد التي صنعت الأبطال والتاريخ الحافل بالبطولات، ومن قلب الريف المصري الأصيل، ولد محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918 بقرية ميتا بولكوم بمحافظة المنوفية. نشأ وتربى على الصلابة والتدين. التحق بالكلية الحربية ليصبح من أوائل المصريين من أبناء الطبقة الوسطى والعامة في الجيش المصري. تخرج فيها عام 1938 ليكون أحد الضباط الثائرين ضد الاستعمار في مصر. كان السادات مغامرا جريئا لا يخشى أحدا في حب مصر. اتهم في مقتل أمين عثمان وزير المالية آنذاك، والذي كان حليفا قويا لبريطانيا، ففصل من الجيش المصري ليعمل في مهن كثيرة، كانت الصحافة واحدة منها. ثم برئ بعد ذلك في عام 1950، وعاد السادات لعمله بين صفوف الجيش المصري لينضم إلى الضباط الأحرار الذين ثاروا لتخليص مصر من الاستعمار والاستبداد. وفي 26 من يوليو عام 1952 أشرقت شمس هذا اليوم مع صوت السادات، هذا الصوت الثائر الذي لطالما انتظره المصريون. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا. ومع أول تشكيل وزاري بحكومة الثورة، تولى السادات منصب وزير الدولة عام 1954 ليبدأ رحلته مع المناصب السياسية والقيادية في مصر. اختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائبا له. And he said, well, if I happen to die, I want you to continue, and I don't want anyone to humiliate this country again. ليصبح بعد وفاته رئيسا للجمهورية، ويبدأ السادات مشوار الكفاح الصعب في تاريخ مصر، ويكمل مسيرة إعداد الجيش لحرب مصيرية. احنا في معركة، داخلين معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا من شروط، مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة. هندفعها بإذن الله وهنحارب معركتنا، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. كان السادات مؤمنا بخطة الخداع الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي، فقام بالعديد من الخدع للعدو بصورة شخصية، كإعلان القرب للمعركة أكثر من مرة، وإيهام العدو بأن مصر لن تحارب، حتى أقنع العدو أنه لن يتخذ قرار الحرب. وفي 6 من أكتوبر عام 1973، وفي خطوة جريئة، اتخذ السادات قرار الحرب ضد إسرائيل، واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف المنيل، لتنتهي بذلك أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ظن بغروره وصرفه أنه لن يقهر أبداً.
وتوج هذا النصر بعد ذلك في خطاب تاريخي في مجلس الشعب. أيها الإخوة والأخوات، إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. وبعد الانتصار قرر السادات رسم معالم جديدة لنهضة مصر، فكان قرار الانفتاح الاقتصادي على العالم. وأعاد افتتاح قناة السويس للعمل من جديد. أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. كانت لقراراته الحاسمة والمصيرية بالغ الأثر في تاريخ مصر، فكانت مبادرته للسلام وزيارته للقدس عام 1977 التي أحدثت زلزالا عربيا ودوليا. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق؟ أوردها في أمثال سليمان الحكيم: الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام. الحق والحق أقول لكم إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينهم، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام، ولا يملك أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة بعد 67 أمر بديهي لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد. وفي يوم تاريخي من شهر مارس عام 1979 كانت معاهدة السلام التي استردت بها مصر أرضها كاملة، حيث أكد السادات على كافة الحقوق العربية في إطار السلام العربي الشامل. هذه المعاهدة جعلت السادات واحدا من أبرز الشخصيات العالمية، فحصل على جائزة نوبل في السلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين. تعلن جامعة جورجتاون منح محمد أنور السادات درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب. Sadat is a dedicated Egyptian nationalist. He is the first Arab leader who has been able really to lead the Arab world in modern times. وعلى الرغم من صلابته وقوة شخصيته، إلا أنه
وعلى الجانب الآخر من حياته كرب أسرة كان حنونا وأبا عطوفا بأولاده وأحفاده، متواضعا محافظا على القيم الأصيلة والتقاليد الريفية العريقة. وفي 6 من أكتوبر عام 1981 أصابته رصاصات الغدر فاستشهد إثر ذلك، ولكن لم يضر بخلد من غدروا به أنهم سعوا به إلى الخلود في نفوس شعبه ودوائر الاهتمام العالمية، حيث حصل على ميدالية الكونغرس الأمريكي عام 2018 بأغلبية ثلثي المجلس تقديراً لدوره في السلام العالمي. Mr. President, what would you like people to write about you after you've gone? I should like them to write on my tomb. He has lived for peace and he has died for principles. لو يقتلون مثلما قتلت، لو يعرفون أن يموتوا مثلما فعلت، لو مدمنوا الكلام في بلادنا قد بذلوا نصف ما بذلت، لو أنهم من خلف طاولاتهم قد خرجوا كما خرجت أنت، واحترقوا في لهب المجد كما احترقت، يا أشرف القتلى على أجفاننا أزهرت، الخطوة الأولى إلى تحريرنا أنت بها بدأت. أتوجه إلى العالم كله، لابد أن يشمل عالمنا المتصارع المتناحر بأننا في النهاية ننتمي إلى أسرة واحدة، هو الإنسان، ونحن نعبد ربا واحدا هو الله. إنها حقا لمحات في ذاكرة التاريخ جسدت ملامح 100 عام لقائد استحق أن يكون بطل الحرب والسلام.